سحبت لجنة الاستئناف في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف لقب كأس الأمم الإفريقية الذي أحرزه المنتخب السنغالي في 18 من يناير الماضي، ومنحته للمنتخب المغربي المضيف وفق ما أعلنت الهيئة مساء الثلاثاء، وذلك على خلفية أحداث المباراة النهائية بينهما. وقررت لجنة الاستئناف بعد تلقيها اعتراضاً من الجامعة الملكية المغربية اعتبار المنتخب السنغالي خاسراً في المباراة النهائية، على أن تعتمد النتيجة على أساس 3-0 لصالح المغرب وفق ما جاء في البيان. وكان المنتخب السنغالي فاز في 18 من يناير بنتيجة 1-0 بعد التمديد في النهائي الذي أقيم في الرباط بعد مباراة اتسمت بالفوضى، فعقب احتساب ضربة جزاء للمغرب في الوقت بدلاً من الضائع مباشرة بعد إلغاء هدف للسنغال، حاول بعض المشجعين السنغاليين اقتحام أرضية الملعب وألقوا بمقذوفات. وبعد إضاعة الجناح المغربي إبراهيم دياز ضربة الجزاء، خاض المنتخبان شوطين إضافيين، وتوجت السنغال باللقب بفضل حسمها السنغال بهدف أحرزه باب جاي. وبررت لجنة الاستئناف في الكونفدرالية الإفريقية قرارها استناداً إلى المادتين 82 و 84 من لائحة كأس الأمم الإفريقية، واللتين تنصان على أنه إذا رفض فريق اللعب أو غادر أرض الملعب قبل نهاية الوقت القانوني للمباراة يعتبر خاسراً ويسبع نهائياً من المسابقة الجارية.